حاجه من غيرها مش هتتقبل في اي منحه، هي الموتيفيشن ليتر او خطاب التحفيز. حرفيا الموتيفيشن ليتر ده في كل المنح، في كل حتى الشغل اللي انا بقدم عليه، كل الانترنشيب دي حاجه لازم تعلموها، وبجد هي اسهل بكتير مما عقلكم مصور لكم. باختصار كده ايه هو خطاب التحفيز؟ انتوا ليه عايزين تقدموا على المنحه دي، وايه السكيلز اللي عندكم تخلينا اقبلكم في المنحه دي. هو احنا مثلا نلاقي ان انتوا بتقدموا على سكولارشيب في المانيا، انتوا عايزين تدرسوا مثلا ماستر ديجري في المانيا، تمام. فانا هكتب ايه؟ انا هكتب انا عاليه، عندي كذا كذا كذا، درست ايه، عملت تطوع ايه، لو اشتغلت بكتب، وبكتب ليه انا عايزه اقدم على سبيسيفيك على المنحه دي بالذات. غلطه بشوفها بجد ان الناس بتكتب جنرال، لا ما ينفعش خالص تكونوا عاملين خطاب تحفيز لكل حاجه، هتترجكوا، ولو انا من اللجنه هرجكوا عشان مش هينفع. موتيفيشن ليتر من اسمه هو خطاب تحفيز لكل حاجه بتقدموا عليه. فدلوقتي انا قلت ان انا عايزه اقدم في المانيا، فانا هتكلم انا ليه عايزه ادرس اصلا في المانيا، طب انا ليه عايزه ادرس في الجامعه، طب اشمعنى السكولارشيب دي بالذات انا عايزه اقدم عليها، هقول المميزات، هكلم على ان انا نفسي ادرس من المانيا من وانا صغيره، واتكلموا بيرسونال بجد. يعني انا اللي بيساعدني على طول ان انا فعلا بكون صادقه في الموتيفيشن ليتر بتاعي عن احلامي وعن ايه انا عملت. طبعا اكتبوا على اللي انتوا عملتوه، لو عملتوا بروجكتس في المدرسه، لو عملتوا تطوع، لو اشتغلتوا، طب اللغه عامله عندكم ايه، في حاجات كتيره جدا. وبعد كده بتتكلموا عن ايه اللي انتوا هتعملوه بعد ما تخلصوا المنحه. هو اكيد الناس مش هتنفذ لو انت مش هتعمل حاجه بعدها. فيديوز تانية على الموتيفيشن ليتر قولوا لي في الكومنتس، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو، انا بقدم محتوى تعليمي وكمان بتكلم عن سفر، ودعمكم هيفرق معايا جدا. باي باي.